لو اي ديزاين فكرتي فيه تقدري بعد كده تعمليه وتلبسيه، او يا ترى ايه هيكون احساسك انك تكوني مش مرتبطه بموضه وكمان تلبسي حاجات غالبا محدش غيرك هيكون لابسها، حتى لو فيها الشبه من حاجات تانيين بس لسبب ما هيفضل برضه يكون شكلها مختلف. بمعنى اصح، ايه هيكون احساسك لما تحسي انك دايما مختلفه؟ اللي يعرفني في الحقيقه يعرف اني بعمل لبس كله لنفسي تقريبا بقالي 7 سنين، واللي يعرفني هنا على يوتيوب يعرف اني عملت معاكم حاجات قبل كده كتير، بس نقدر نقول ان الموضوع وسع مني قوي. وعلشان كده اهلا وهلا ومرحبا في حاجات عايزين نتكلم عنها بين قوسين تعليم الخياطه. وفي الفيديو ده هكلمكم عن اساسيات التفصيل اللي ممكن بيها تبداوا تعملوا حاجات لنفسكم. واول حاجه واسهل حاجه ممكن تبداوا بيها الجيبه الكلوش. خليني اقول لكم ان شكلها الواسع، وحتى لما بتكون جيبه لوحدها او لما بتكون الجزء اللي تحت في الفستان، في الحالتين بيبقى شكلها خرافي. وخليني اقول لكم ان كل الفساتين اللي عملتها تقريبا الجزء اللي تحت فيها هو عباره عن جيبه كلوش. والموضوع بسيط جدا، انتوا حرفيا مش محتاجين غير مقاسين. اول حاجه هو دوران الوسط او محيط الوسط بتاعكم، وتقدروا تاخدوه بالطريقه دي. تاخدوا المقاس عند ارفع حته في بطنكم، هو ده كده مقاس الوسط. ومن نفس النقطه دي بالظبط هنبدا نقيس الارتفاع لحد الارض علشان نعرف الطول بتاع الجيبه نفسه هيكون قد ايه. والكميه اللي بتحتاجها الجيبه الكلوش بتكون من 3 متر الا ربع ل 3 متر، بس انصحكم خليكم في الامان وتجيبوا 3 متر احسن. ودلوقتي هوريكم بالظبط ازاي بتتعمل على الورق، وبعد كده تقدروا تنفذوا نفس الشيء بالظبط على القماش. تمام، هنفترض ان هنا معانا 3 متر، هنتنيهم كده نصين، وبعد كده هنبدأ ناخد بقى الجزء اللي فوق ونعمل كده شكل مثلث. وعلشان تكونوا برضو فاهمين الموضوع، احنا المفروض يكون معانا 4 طبقات من القماش، دول كده اول 2 والاتنين اللي تحت ملزوقين في بعض. تمام، هنبدأ بقى من فوق ناخد ربع محيط الوسط اللي انت قستيه. تمام، يعني شوفي محيط الوسط كام، وبعد كده هنقسمه على 4 وده يبقى الطول اللي ناخده من فوق، ونقعد بقى ايه ناخده كده على ابعاد مختلفة علشان بعد كده نوصل ما بينهم بنقط، علشان دي الحتة اللي هنقصها من فوق. ده كده بالنسبة للمقاس بتاع محيط الوسط. اما بقى الطول بتاع الجيبة نفسها اللي هو من محيط الوسط لحد الرجلين تحت دوت، هنبدأ ناخده من بداية الخط اللي احنا عملناه الكيرف اللي فوق. ونفس الفكرة بقى بعد كده بالظبط هنبدأ ناخد نقط كده بعيد عن بعض علشان بعد كده نوصلهم، ودي يبقى الكيرف بتاع الجيبة من تحت اللي هنقصه. وده كده بعد ما خدت اغلب النقط هبدأ بقى اوصل ما بينهم زي ما عملت من فوق بالظبط. واللي بوريه لكم هنا ده يعتبر كده نموذج صغير لازاي الجيبه بتتعمل وبتتقص، علشان لما تشوفوها على القماش كله ما تتلخبطوش او ما تفهموش كده ازاي تنتها وازاي قصتها. وبس الخطوه اللي بعد كده ان احنا بس هنقص بقى زي ما احنا مشينا كده على الخط بالظبط من تحت، وكمان هخلص وابدا بقى ايه اقص من فوق. وده كده بقى شكلها بعد ما اتقصت من ناحيتين. هفردها واوريكم ازاي بقى بتبدأ مرحلة الخياطة او بتكون فين تحديدا. هو ما بيبقاش فيه غير مكان واحد بس الخياطة اللي هو من ورا، وباقي الجيبة من كل نواحي مش مفتوحة، وبيكون كده شكلها بالظبط. وازاي بقى بنعمل الكمر؟ بنجيب حتة عريضة بيكون عرضها هو نفس محيط الوسط بتاعنا، نبدأ بقى نتني الطرفين بتوعها، ويستحسن ان احنا نمشي عليه بالمكوى علشان يبقى اسهل تحت مكنة الخياطة. نتنيها كده سنتي من كل اتجاه علشان بعد كده هنحط الجيبة ما بينهم في النص. اوريكم بالظبط ازاي برضو الموضوع بيتعمل. بعد ما تنيت من ناحيتين هتنيهم بقى الاتنين على بعض، وده كده يبقى شكل القمر. والخطوة اللي بعد كده ان انا هبدأ احط الجيبة ما بين الاتنين اللي اتنوا دول، يعني هفتحها كده واحط الجيبة ما بينهم بالشكل ده، ونبدأ بقى نمشي عليها تحت مكنة الخياطة عادي جدا مفيش اي حاجة. طبعا الورق مش سلس قوي زي القماش، بس يعني هي بتكون في القماش سهله جدا جدا جدا. وبعد ما جزء القمر بيكون اتركب بنبدا بقى نمشي على الحته المفتوحه في الجيبه من ورا. ممكن هنا نركب سوسته او نخليها كلها مقفوله وندخل استك كده ما بينهم في النص. وده كده شكل الاستك اللي بنستخدمه في الجيب، بيكون استك عريض عن الاستك الطبيعي اللي احنا عارفينه. وما تقلقوش هو كده كده ما بيبانش، كله بيروح اصلا في الخياطه من جوه. شفتوا بقى اللي عملناه في الورق هو بالظبط اللي هنعمله في القماش. هنبدأ نتنيه نصين زي ما وريتكم في اول الفيديو، وبعد كده هعمله على شكل مثلث. ومهم جدا ان يكون القماش متظبط مفيش حاجة فيه مكلكعة. ومهم برضو جدا ان الحتة اللي هي السفل بتاع القماش تكون بره شوية الجزء اللي تحت، لان دي مفروض بتتقص ومش بنخيطها.
وبس كده هبدأ اخد محيط الوسط اقسمه على 4، كان 82، لما قسمته على 4 كان 20.5 تقريبا. خدته وبدأت احطه على الجهتين، وهبدأ بقى اعمل خطوط في النص كده علشان اوصل ما بينهم زي ما وريتكم بالظبط. الموضوع حقيقي مفهوش اي حاجة صعبة. هبدأ بقى بعد ما اوصل ما بينهم هاخد الطول بتاع الجيبة نفسه اللي غالبا بيكون متر او اقل حاجة بسيطة، واعمله من تحت وبس كده. يمكن الجزء اللي هيكون متعب شويه لحد لسه هيجرب اول مره هو التعامل مع الكمر، وانهم كذا قماش مع بعض ومحتاجين ان هم يطلعوا مظبوطين، بس خطوه في 2 هتلاقوا الموضوع ظبط معاكم. وكاقتراح معرفش ممكن ينفع ولا لا، بس لو كنتي بنت وما عندكيش ماكينه خياطه وعايزه تعملي حاجه لنفسك، ممكن تجيبي القماش وتقصيه وتظبطيه وتثبتي بس مكان الحتت اللي محتاجه تتخيط بدبابيس، وتوديها لاي حد بتاع تفصيل وخياطه، وقولي له بس ان انت عايزه تقفليها. اعتقد ساعتها مش هيكلفك كتير. وبكده وريتكم بكل سهوله ازاي ممكن تعملوا جيبه كلوش. الموضوع بسيط ولذيذ جدا، وحقيقي شكلها في الاخر بيكون تحفه سواء لوحدها او سواء حتى لما بتكون في فستان. تاني حاجه معانا في الفيديو ده هي باترون الصدر اللي نقدر نعمل بيه بلوزات او حتى فساتين. الصعوبه كلها هتكون حرفيا في اول مره، انك هتاخدي المقاسات بتاعتك لاول مره، وبعد كده هتعملي باترون، وبعد كده الباقي كله سهل حرفيا هتستخدميه في اي ديزاين عايزه تعمليه تاني في المستقبل. ونروح لاول خطوه، وهي اننا ناخد المقاسات المطلوبه. اول حاجه محيط الصدر لازم يكون بالطريقه اللي انتوا شايفينها، وبعد كده محيط الوسط، بعد كده محيط الارداف، وبعدين الطول من الكتف لاعلى نقطه في الصدر، وبعد كده من الكتف للوسط، ومن الكتف للارداف. اول حاجه هتجيبي الورقه اللي هتشتغلي عليها وتعملي كده مستطيل جواها باي قلم تخين عندك، ومهم ان الورقه دي تكون متنيه نصين. بعد كده اول مقاس هنبدا نحطه بالعرض على الورقه هو نص عرض الكتف اللي كان تقريبا 20 او 21. وبعد كده كل الاطوال اللي خدناها بالعرض هنحط ربعها على عرض الورقه، وكل الاطوال اللي خدناها بالطول هنحطها زي ما هي بالظبط. فهنا هحط اول ارتفاع اللي كان من بدايه الكتف لحد تحت الإبط أو بداية الصدر. هقف كده وأعمل نقطة بس عشان أعرف الارتفاع فين بالظبط، وبعدين هحط تاني ارتفاع واللي هو من بداية الكتف لحد محيط الوسط. ومن أول نقطة حطيناها هنشد خط بالعرض، وده هيكون ربع محيط الصدر. وممكن تكتبوا برضو كل خط بيكون بتاع ايه علشان ما تتلخبطوش أو تنسوا وانتوا شغالين. أنا بحب أعمل كده الصراحة. وعند تاني نقطة اللي هي ارتفاع محيط الوسط هنبدأ نحط محيط الوسط برضو بالعرض، بس طبعا زي ما عملنا بالظبط فوق هنحط ربع محيط الوسط بس، مش محيط الوسط كله. وهنا بقى دي شوية حاجات ثابتة كده ما بتتغيرش أرقامها. أول حاجة هي فتحة الرقبة بتكون على بعد 8 سنتي بس من بداية الباترون، وبتكون من تحت اللي هي العرض اللي هتتفتح بيه من 10 ل 8 على حسب انتوا عايزينها تكون مفتوحة قد ايه. وبنيجي عند النقطة اللي هي حطيناها في الأول خالص اللي هي عرض الكتفين، وبننزل لتحت 3 سنتي، ومن النقطة دي للنقطة بتاعة فتحة الرقبة بنشد خط كده علشان ده يكون الكتف. وعلشان نعمل الكيرف أو الحردة بتاعة الرقبة هنوصل النقطتين اللي عملناهم بتوع الرقبة مع بعض. والخطوة اللي بعد كده هنيجي عند الخط بتاع محيط الصدر، وهندخل 5 سنتي كده من آخره، وبعد كده هنوصل النقطة دي بالنقطة اللي فوق، والخط ده هنقسمه نصين ونقف عنده بنقطة، وبعد كده هندخل 1 سنتي لجوه، ونبدأ بقى نشد خط من الكتف من فوق للنقطة دي عشان نعمل حردة الدراع. وكل اللي عليكم في المرحلة دي ان انتوا هتوصلوا النقطة دي بالنقطة بتاعة محيط الصدر من تحت علشان يبقى كده الكيرف بتاع الدراع، وبعد كده هنوصل الخط ده بالخط ده علشان يبقى الباترون بيتقفل. وده كده طريقة عمل باترون الجزء الأمام من الصدر. طيب بالنسبة بقى الباترون الخلف هو الاختلاف بسيط جدا، هو الاختلاف في حردة الدراع وفي الرقبة. حردة الدراع هتبدأ من النقطة دي، هيبقى الكيرف طالع لبره شوية، والرقبة بتكون أقصر شوية، يعني بتكون مثلا 7 ل 8 سنتي، وبرضو بإيدينا كده نوصل ما بين النقطتين بحيث ان احنا نعمل كيرف. دول كده يعتبروا الحاجة الوحيدة الفرق ما بين باترون الأمام والخلف. وممكن بقى لو عايزين تكملوا الباترون لتحت لحد منطقة الأرداف فهتعملوا نفس النظام بالظبط، بس أنا عملتها كده بشكل تقريبي لأن كده أغلب الحاجات اللي بفصلها مش بكون محتاجة فيها الباترون كامل لحد الأرداف، لأنها غالبا بتكون فساتين كلوش واسعة فبيتقف لحد منطقة الوسط بس. وبس كده الحقيقة اللي فاضل بس ان احنا هنقص على الباترون الخطوط اللي احنا عملناها. طبعا هنقص على الخطوط اللي بره، وبعد كده هنفصل باترون الامام عن الخلف.
وده كده بعد ما قصيت كل الزيادات هنفتح بقى الكرتونة او الورقة بتاعتنا. اللي ورا ده هيكون باترون الخلف واللي قدام ده هيكون باترون الامام. فالحتة اللي قدام بس في الورقة هنقص فيها الزيادات اللي هي باللون الاحمر. وبكده الباترون يكون خلص معانا. ممكن بقى نفصل الجزئين الخلف والامام عن بعض علشان لما نيجي نحطهم على القماش نعرف نرسم بالظبط ونقص مظبوط. اللذيذ في الموضوع بقى ان الخطوه اللي جايه بعد كده بتكون الاسهل خالص، لان احنا كل اللي علينا ان احنا بس بنتني القماش ان هو يكون 4 برضو تنيات على بعض. اول حاجه بتني اول تانية واللي هي تقريبا بتكون طولها في حدود 50 سنتي، يعني تقريبا بنحتاج من القماش بس متر. وبعد كده ببدا بقى الفه واتنيه تانيتين كمان على بعض، بس مش بتنيه من النص قوي، يعني بخليه كده على الطرف شوية علشان لما اجي اقص على البطرون ما يبقاش فيه اهدار كتير في القماش. وبس مفيش حاجة اسهل من كده، مجرد اني بحط البطرون اللي عملته وامشي بس 1 سنتي زيادة بره البطرون علشان ده بيكون اللي بيروح في السرفلة. وبعد ما مشيت عليه من كل الاتجاهات وشديت خط كده عند منطقة الوسط، لان انا بس عايزة يكون طوله لحد هنا ما يعديش بعد كده، ببدأ بقى اشيل البطرون. خلاص احنا هنا كده وظيفته انتهت، وبس كده هقص القماش والموضوع خلص. ولما بيتفرد علشان برضو تبقوا فاهمين الموضوع بيكون كده الجزئين دول ملزوقين في بعض، ده كده الجزء اللي قدام واللي تحتهم ده اللي بيكون اللي ورا. وبكده نقدر نقول ان ده اول فيديو علشان الموضوع ما يطولش قوي. شرحت لكم جزء كده من الاساسيات، والجزء الجاي او الفيديو الجاي هيكون فيه ازاي نعمل باترون الدراع، وهشرح لكم فيه ازاي عملت كل الدراعات لاغلب الديزاينات اللي عملتها قبل كده. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. بحاول اساعد على قد ما اقدر، ومطلوب منكم تختاروا لي موديل واحد من الفساتين اللي وريتها لكم الفيديو اللي فات لو ما كنتوش لسه شفتوه. اختاروا واحد منهم تكونوا حابين اقول لكم ازاي عملته من الاول للاخر خالص بكل التفاصيل، واعلى كومنتس هيكون عليه لايكات يبقى هو ده الموديل اللي انتوا اخترتوه. هوريكم ازاي عملته في فيديو ما الجاي. وفي النهايه لو كنت اول مره تشوفني فما تنساش او ما تنسيش تعملوا سبسكرايب عشان توصلكم كل الفيديوهات الجايه اول باول. وبس كده، سلام.